تصدقوني لو قلت لكم ان الاكله دي اول مره في حياتي بجد اكلها، يعني اول مره بجد اجرب اعملها، اجرب اكلها، اجرب اصلا ان انا افكر فيها. قبل اي حاجه كده صلي على النبي وقولي لي الاكله دي عندك بتسميها ايه. يعني اللي انا عرفته ان هي ليها كذا مسمى، دخلت بصراحه على النت عشان اعرف. دوت يا جماعه كشري بالعدس الاصفر بس، ومعاها كده بيض ومعاها حبه حاجات حلوه هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس بجد ما شاء الله الاكله حلوه جدا ومغذيه ومفيده جدا جدا خصوصا للاطفال. انا هنا بقول لكم الرز طلع معايا مفلفل وحلو جدا جدا، والحمد لله عجب برضو ابني وعجب جوزي. اتفاجئت ان كمان جوزي متفاجئ بيقول لي ايه ده، انا اول مره اكل الاكله دي برضو. فلقيت ان هو سريع واقتصادي وكمان مفيد جدا جدا. عايزه اقول لكم اصلا ان انا في اليوم ده كنت قايمه اعمل الكشري بتاعنا العادي اللي هو مكرونه والكلام ده كله، لقيت نفسي عايزه اعمل الاكله ديت لاني على طول اسمع عنها، صاحبتي على طول بتعملها، فقلت لها ايه قولي لي كده الطريقه، قولي لي المقادير. ودخلت برضو على النت وكلمت ماما وقلت يلا ايه انا هقوم اعملها. لقيتها فعلا ما خدتش حرفين في ايديا 10 دقايق مثلا، ولقيتها سهله وطعمها حلو بجد. يعني انا بعشق يا جماعه العدس وطعم العدس. هنا كده هتجيبي كوبايه عدس وهتجيبي كوبايه ونص من الرز. هنا يا جماعه كان هما بيساعدني بس عشان ايه نخلص الاكل. زي ما قلت لك كوبايه عدس وكوبايه ونص رز، بتغسليهم كويس جدا جدا وتسيبيهم يتصفوا. وبعد كده بتجيبي شويه سمنه على زيت وتحمري بصلايه وتنزلي بقى بالعدس. في ناس بتحب تحمر العدس لوحده وترجعه تاني، لا انا عملته مع البصل ومع الرز. وبعد كده هتشوحيهم كويس جدا جدا. هتنزلي بقى بالبهارات الجميله بتاعتك، ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات. في ناس تقريبا بتحط توم باودر، بصل باودر، الكلام ده انا مش بحبه، بحب ان انا اختصر يعني. المهم عايزه اقول لكم الرز ما شاء الله الله اكبر طلع مفلفل جدا 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 بجد. مش اخر مره اعمل الاكله دي لانها طعمها حلو يعني مشبعه. احلى حاجه فعلا ان هي مشبعه. احلى حاجه برضو ان العدس كمان مش غلط على القولون، لان العدس في ناس كنت اسمع ان هي بتقول غلط على القولون، بس لا قريت عنه ان هو مفيد جدا جدا، واصلا في ناس بتعتبره جزء من البروتين. بعد كده حطيت كده البصل دوت، قلت ايه اعمل بقى التقليه بتاعه الكشري. انا عايزه اقول لكم يا جماعه جوزي لما جه من الشغل وجي ياكل بيقول لي الحبيب امال فين المكرونه؟ قلت له لا ما هي دي مش الكشري بتاعنا. قال لي امال بتاع مين؟ قلت له لا ده الكشري اللي هو الاصفر. قال لي انا اول مره اسمع عنه واول مره ادوقه اصلا. بس فاتفاجئ يعني ان هو مفيهوش مكرونه. بس انا برضو عملت التقليه عادي، عملت الصلصه عادي، وجنبها كمان يا جماعه سلقت بيض وبعد كده دحرجته كده. وبجد الدحرجه دي فكرتني اصلا بايام زمان. الاكله كانت حلوه جدا جدا وعجبتنا وما شاء الله. يعني حسيتها لذيذه كده، اللي هو مش اخر مره ان شاء الله نعملها يعني. هو ممكن بس يا جماعه رجاء منكم تدعوا لي ان ربنا يشفيني ويحوش عني التعب، لاني تعبانه جدا جدا. وعملت تحاليل وطلع عندي صديد شديد على الكلى، فممكن بس تدعوا لي ان ربنا بجد يخفف عني. هنا كده يا جماعه عملت قوطه متبله لاني برضو لقيتها على النت، وصاحبتي